السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الأولى من تحدي القراءة الشهري. عملنا الحلقة رقم 0 واتكلمنا فيها عن الكتاب اللي احنا هنتكلم عنه وليه بدأنا التحدي ده سوا. لو انت ما شفتش التحدي ده أو أول مرة تشوفنا، هسيب لك لينك الحلقة رقم 0 في وصف الفيديو، أو هتلاقيها ظهرت فوق الناحية دي أو الناحية دي. بس باختصار احنا بنقرأ كتاب كل شهر من باب أدومها وإن قل. لو قرأت 10 صفحات تقريبا أو أزيد شوية أو أقل شوية كل يوم، هتوصل إن أنت في نهاية الشهر قرأت تقريبا كتاب كامل واستفدت منه وتقدر تشاركه معانا. زي ما أنا هشارك معاك الكتاب اللي احنا بدأنا بيه وقلنا هنقرأه، وهو اصنع وقتا أكثر من المتاح. الكتاب ده مش بيتكلم عن الإنتاجية، ولا بيتكلم عن إزاي تنجز أكتر، ولا حتى بيتكلم عن إزاي تنهي المهام بشكل أسرع، ولا بيعرفك إزاي تعمل ديليجيشن، إنك تدي المهام بتاعتك لحد تاني يشتغل عليها. الكتاب بيتكلم عن ازاي تزود ال 24 ساعة بتوعك من غير ما تزود ال 24 ساعة بتوعك. ازاي لو عايز تخصص وقت لحاجة معينة او هدف معين في يومك تعمل كده، او تلاقي وقت بسهولة انك تعمل كده. من الاخر يعني حياتك ملكك مش لغيرك. ده انا لو صاحب الكتاب مش هسوق له كده. انا اسمي وليد اشرف، مسلم عربي مونتير وصانع محتوى. بنتكلم في معظم الفيديوهات هنا عن الكتب وبنشارك بعض افكار الكتب. لو انت اول مرة تنورنا، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ نتكلم عن الكتاب بتاع النهارده. جرب كده تيجي اخر الاسبوع تعد كم مره حد كلمك وقلت له انت مشغول، او بعت لحد قلت له انك مشغول، وكم مره كنت مركز في حاجه وجالك اشعار مثلا سواء من الفيسبوك او الواتساب وفتحت واتسحلت حوالي نص ساعه او اكتر. انا عن نفسي بعمل حاجتين كتير جدا. الكاتب بيقول في العصر اللي احنا فيه الانسان مشدود ما بين حاجتين، في حاجتين كده بيشدوه، كل حاجه بتشده من ناحيه مختلفه. القوه الاولى اللي بتشدك هي موضه الانشغال، انا مشغول 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 مش فاضي. اما القوه الثانيه اللي بتشدك وهي قوه الملهيات او المؤثرات اللانهائيه. من الاخر يعني السوشيال ميديا والحاجات اللي بتشدنا في النت والسمارت فونز والى اخره. الو يا صديقي، دلوقتي لا دلوقتي مشغول للاسف. ماشي. الكتاب ده كتبه 2 اصدقاء، جيك ناب وجون زراتسكي. الاثنين بيقولوا انهم اتعلموا 4 دروس مهمه جدا في خلال رحلتهم لكتابه الكتاب ده، وفي خلال الرحله الطويله لاكتساب الوقت او لمحاولاتهم لاكتساب الوقت. اول حاجه وهو ان في شيء سحري غريب بيحصل لما الواحد بيحاول ان هو يحط هدف ليه اولويه في حياته في بدايه يومه وبيحاول يخلصه. على سبيل المثال، انت عندك هدف كل يوم ان انت تقرا الورد بتاعك واللي هو نص صفحه او صفحه او صفحتين او 5 صفحات، او عندك هدف حاطط له اولويه زي حفظ نص صفحه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، او عندك هدف ان انت تتعلم حاجه جديده في شغلك لمده ساعه. تخيل لو انت صحيت الصبح اول حاجه عملتها هو الهدف ده اللي هو ليه اولويه عندك، دي حاجه هتاثر على انتاجيتك بقيه اليوم. الحاجه رقم 2 ان هم انجزوا اكتر لما منعوا استخدام الاجهزه، لما قللوا استخدام التليفون والاجهزه الالكترونيه. الحاجه الثالثه وهم اكتشفوا اهميه الطاقه قصاد التركيز. يعني في علاقه قويه جدا ما بين تركيزك او مستوى تركيزك ومستوى الطاقه بتاعتك. لو انت مستوى طاقتك عالي او مستوى طاقتك متوسط، ده هيأثر على التركيز بتاعك. والشيء اللي بيربطوه بمستوى الطاقه ومستوى التركيز وانت غالبا ما بتربطوش، وهو نوع اكلك، الاكل الصحي. ما تتخيلش قد ايه الاكل الصحي هيأثر على مستوى الطاقه بتاعتك، فبالتالي هيأثر على التركيز بتاعك. الشيء رقم 4 اللي هم اتعلموه هو قوه التجربه، ان انت تجرب وما تخافش، مش هتخسر حاجه غالبا، بالعكس انت هتكتسب حاجات كتير مهمه. النظام بتاع اصنع وقتا مش ضد التكنولوجيا، مش هياخد منك التليفون او اللابتوب ويقول لك اقطع ده خالص عشان تلاقي وقت في حياتك. لا، النظام بتاع اصنع وقتا بيحاول ان هو يخليك تسيطر شويه على التكنولوجيا، تسيطر على التليفون اللي معاك، تسيطر على الاجهزه الالكترونيه اللي انت بتستخدمها، علشان ترجع تحاول تسيطر على حياتك تاني. لما بتكلم عن الموضوع ده تحديدا بفتكر قوي الجمله بتاعت علي محمد علي لما بيقول ما تخافش قوي، يعني لو انقطعت على الانترنت لمده يوم او يومين او حتى اسبوع، العالم مش هيجرى فيه حاجه، هترجع تلاقيه سليم زي ما هو، بل ان معظم الناس اللي حواليك هتلاقيهم بيتكلموا عن الحاجه اللي انت مفكرها فايتاك وهتوصل لك كده كده. فما تقلقش لو انعزلت، يعني مش هيجرى حاجه، ما تخافش، ولو حصل حاجه هتعرفها. النظام بتاع اصنع وقتا مكون من 4 خطوات. الخطوات دي هتتكرر بشكل يومي. اول خطوه هتختار هدف مهم وهتديله الاولويه في يومك، لكن مش هو الحاجه الوحيده اللي هتعملها خلال اليوم. تاني حاجه هتستخدم وسائل كتير قوي هنتكلم عنها قدام في انها تخليك مركز على الهدف ده. تالت حاجه هنبني الطاقه اللي هتساعدك ان انت تكمل بتركيز لحد باقي اليوم، او لحد على الاقل ما تخلص الهدف اللي انت مركز عليه. والخطوه الرابعه والاخيره وهي ان احنا هنعدل ونحسن النظام على حسب اللي نفع معانا من الاساليب اللي احنا استخدمناها. وهتلاقي بقى خلال الجزء ده من الكتاب طرق مختلفه تقدر ان انت تحدد بيها الهدف اليومي بتاعك او تختار الهدف اليومي بتاعك. والكاتبين اللي كتبوا الكتاب ده عاملين موقع اسمه maketimebook.com. الموقع ده لو دخلت عليه هتلاقي كمية نصايح مختلفة من الكتاب، وفي حاجات ما اتضافتش في الكتاب اتضافت مؤخرا بتضاف على الموقع، وفي تطبيقات هم رشحوها في الكتاب وتطبيقات تانية بيرشحوها على الموقع تقدر ان انت تستخدمها. فكرة لذيذة موضوع الموقع ده، يبقى خش تصفحه كده وشوف ممكن تستفيد منه بايه.
شايفين ده التليفون بتاعي بقاله ما يقرب من 3 سنين معمول سايلنت، النوتيفيكيشن بتاعته سايلنت صامت. انا ما بستحملش يكون حد قاعد جنبي ويجي اشعار في التاني في التالت في الرابع ورا بعض كده، والاشعارات دي ليها صوت بترن في دماغك. يا اخي بالله عليك بالراحه على نفسك. انت مش متخيل انت لو قاعد قعده صفا كده وقاعد براحتك مش وراك شغل كمان مش مركز في حاجه، وكمل الاشعارات دي ولا كمل تين 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 عماله فوق دماغك كده، هتصدع. حتى لو على فترات متباعده يا عم محدش بيبعت لك غير كل فين وفين. برضه في الجزء ده بقى تحديدا الكاتب بيشجع قوي على النقطه دي، انت تعمل التليفون صامت، تعمل الاشعارات صامت. الكاتب عايزك تحول التليفون بتاعك لتليفون خالي من الالهاءات او خالي من التنبيهات، تليفون صديقك كده، تليفون يساعدك ان انت تسترخي وتركز في المهمه اللي انت مركز عليها اللي هي بعيده عن التليفون خالص. فاول حاجه بيطلبها منك ان انت تمسح التطبيقات بتاعت السوشيال ميديا، تمسح الفيسبوك، تويتر، تمسح انستجرام، وتعمل تسجيل خروج من التطبيقات دي. تاني حاجه بيطلبها منك هي الواجهه بتاعت الموبايل بتاعك. اول ما تفتح الموبايل كده ما تلاقيش كم تطبيقات كتير، عشان اول ما تفتح الجهاز تسال نفسك سؤال، انا ايه اللي جابني هنا؟ انا هرجع تاني اكمل شغل على الحاجه اللي انا مركز عليها. وبخصوص موضوع السايلنت الكاتب كان قال حاجه مهمه قوي، وهي ان اصحاب التطبيقات اللي بيعملوها هم اشخاص ملحين او زنانين باللغه بتاعتنا. يعني كل واحد عمل تطبيق ما هيصدق ان هو يبعت لك اشعار علشان يشدك تخش تستخدم التطبيق بتاعه اكتر. فسبحان الله انا مش عارف جه تشبيه في بالي زي انه الشخص اللي بيدخل السوق ويلاقي البياعين كلهم بيندهوا عليه وبيشدوه وعايزين يبيعوا له المنتج بتاعه، وهو واقف مشتت يروح لده شويه يخرج من عند ده يخش عند ده شويه وهو مش عارف هو عايز يجيب ايه. تخيل انت كل يوم قاعد في السوق ده 24 ساعه، اكيد هتربط دماغك يعني من الصداع. 24 ساعه فاتح النوتيفيكيشنز كده وعمال بيجي لك اشعارات. طيب هتقول لي انا عندي شغل، ماشي، ايه المشكله؟ افتح كل ساعه ساعتين بص على المكان بتاع الشغل بتاعك، في رسائل، في ناس المفروض ترد عليها ولا لا، وارجع كمل اللي وراك. لكن مش فاتحها كده بقى اي رساله تتبعت لك تسمع وتجري تشوف ايه اللي فيها. طبعا انت لو حد قال لك الغي النت او حد قال لك انه في ناس لاغيه النت او الواي فاي من عندها في بيوتها في الزمن اللي احنا فيه ده، هتستغرب جدا، تقول ده اكيد هزار يعني، دي اكيد نكته. بس لا، في ناس موجوده كده، والكاتب اصلا بينصحك بكده ان انت ترجع لايام زمان، ايام ما كان الانترنت ليه وقت معين ساعتين في اليوم او هنستنى النت لما يجي. فبتبدا تخطط واحده واحده، انا هعمل ايه لما النت يجي؟ والله هعمل كذا. واحنا في مصر متعودين على الموضوع ده شويه حتى الان، واوقات كتير بيقطع، بس انا بكلمك لو النت عندك مستقر جرب الموضوع ده هتلاقيه بيفرق معاك. بس الكلام ده شويه مش واقعي للناس اللي شغلها على النت، لان انا شغلي على النت معظم الوقت او كل الوقت ببقى محتاج النت. بس على الاقل لو في حاجه مش محتاجه نت انا بفصل، لو في حاجه انا بعملها مش محتاجه نت او هقعد ساعه ساعتين انا مش هستخدم النت، انا بحاول افصله من الجهاز اللي انا شغال عليه علشان ده يساعدني اكتر ان انا افصل الجهاز عن الاشعارات. حتى لو انا عاملها صامت ممكن الاشعار يجيلي بشكل بصري واشوف الاشعار فيبدا يشدني. فحاول ان انت تسيطر على موضوع النت ده علشان تعرف تسيطر على وقتك. في حاجه كمان في النقطه دي الكاتب اتكلم عنها، وهي مصطلح اسمه فجوات الوقت. في ناس بتظن ان هي في حاجات بتعملها على النت بسيطه المفروض انها ما بتاخدش وقت، دقيقه دقيقتين، زي كتابه بوست معين تنشره وخلاص وتخرج وتقفل الجهاز بتاعك. انت بتظن ان البوست ده خد دقيقه او 5 دقائق، بس بتكتشف بعد كده ان انت بترجع للبوست ده تاني لما بيجي لك اي اشعار، او بترجع للبوست ده تاني لما بيكون في حد شيره او حد علق عليه تعليق معين وانت بتخش ترد عليه، وبعد ما ترد عليه تيجي خارج تلاقي فيديو او تلاقي بوست تاني شدك وسحلك. فكل ده الكاتب بيسميه فجوه في الوقت. انت بتفكر ان انت بتقضي دقيقه على البوست، بس البوست ده خد من يومك نص ساعه او اكتر. تخيل النص ساعه دي بالاول ما كنتش كتبت البوست ده من الاول لو هو ملوش لازمه، او بتاخد بالك على الاقل ان ده فجوه الوقت، فلو جالك اشعار من البوست ده ما تروحلوش. لو قعدت تعد كم الفجوات اللي شبه دي خلال يومك، حاجه عملتها على النت فاثرت على وقت تاني خلال اليوم، هتلاقي كم فجوات كتير قوي. لو عرفت تسد على الاقل 50% من الفجوات دي هتكتسب وقت كتير قوي خلال اليوم. وعجبي يا صديقي صباح الفل. ايه هنتقابل متى كده؟ انت قلت لي هترد عليا قبل او بعد، او قبل او بعد ايه كده؟ قبل يعني قبل ولا قبل قوي؟ في الجزء ده بقى الكاتب بيتكلم عن البريد الالكتروني والتلفزيون، يعني كل حاجه من دول اتكلم عنها بشكل منفصل، بس مسك موضوع البريد الالكتروني ده للناس اللي شغاله في الشركات او كل يوم لازم تبص على الايميل بتاعها. وصراحه في تفاصيل في الموضوع ده في الكتاب كتير مش هنقدر نتطرق ليها كلها، بس معظمها بتدور حول ان انت ما تفتحش الايميل بتاعك اول ما تصحى من النوم، او حتى اول دوره ليك في الشغل، اول ما تبدا تقعد كده وتفوق وتشرب القهوه ما تفتحش الايميل. حاول ان انت تفتحه في اخر اليوم تبص على الحاجات اللي جات لك،
لك، او تفتحه مرتين كده خلال اليوم بس يكون وقتهم محدود عشان ما تتسحلش نفس السحله بتاعت السوشيال ميديا كده. انا بعرق ليه؟ احنا في الشتاء. اما بالنسبه للتلفزيون ففي دراسه الكاتب كان بيتكلم عنها ان معظم الناس بتقعد من حوالي 3 ل 4 ساعات يوميا على التلفزيون. تخيل انت بقى ال3 او 4 ساعات دول لو استغلتهم في حاجه مفيده، او حتى قعدت على التلفزيون بس سمعت حاجه مفيده تستفيد منها. مش عارف صراحه موضوع التلفزيون ده لسه متاح او موجود في الجيل اللي احنا فيه دلوقتي. بقى فيه IPTV واشتراكات، مش بنقعد نتفرج على حاجه عشوائيه، يعني مش بنفتح التلفزيون كده واللي يجي قصادنا نتفرج عليه او بنقلب لحد ما تيجي حاجه مناسبه. لا، انت بتفتح تختار اللي انت عايز تتفرج عليه. وكاتب بيقول ان صراحه ده ازمه كبيره لو انت بتفتح وتختار برضو حاجه مش مفيده. فمن النصائح في موضوع التلفزيون ده ان انت تلغي معظم الاشتراكات بتاعتك، او لو هتشترك في حاجه هتستفيد منها. وكمان حاول ان انت تبقى حاطط الحاجه بتاعتك او الحاجه اللي انت عايز تتفرج عليها على فلاشه، علشان تبقى انت اللي مقرر انا هحط الفلاشه في التلفزيون وهتفرج على اللي انا عايزه. فخد بالك من التلفزيون كويس قوي. التركيز العميق. الجزء ده من الكتاب كبير، خد يمكن نص تاني من الكتاب، بس الصراحه الموضوع يستحق. انت لو اتعلمت او فهمت يعني ايه تركيز عميق هتقدر تستغل كل ساعه في يومك. الكاتب بيقول لك كام نصيحه عشان تبدا تخش في مود التركيز العميق. اول نصيحه وهي انك تقفل بابك على نفسك وتحط سماعاتك. يعني كونك شغال في حته مقفوله عليك، اعتقد ان ده منطقي شويه، وحاطط السماعات في ودنك، دي اشاره للي حواليك ان انت بتعمل حاجه مهمه وبجد، حاجه انا بجد مشغول بيها دلوقتي. تاني حاجه هتساعدك على التركيز العميق ان انت تحط ديدلاين، حط وقت للمهمه اللي انت شغال عليها. التاسكايه اللي معايا دي انا هلتزم بيها علشان المفروض اسلمها يوم كذا للعميل. اما بالنسبه للنصيحه الثالثه وهي الكاتب بيقول لك فجر الهدف بتاعك. في مقوله حلوه كده الكاتب ذكرها وهي اذا شعرت ان هدفك مهول فاضف اليه بعض الديناميت. يعني اعتقد الموضوع واضح، لو انت عندك هدف وفجرته، او لو عندك اي حاجه فجرتها او فرقعتها هتتحول لقطع صغيره كده تقدر تشوفها بالعين المجرده. لو انت مش قادر على الهدف الكبير ده او شايفه كبير، لو فتته وقطعته ومسكت حاجه خلصتها، احساسك ان الموضوع ده صعب يخلص هيتلاشى وهتبدا تخلص مهمه من المهام الصغيره دي، وفي الاخر هتبقى عملت الهدف الكبير. طبعا في جزء الكاتب بيتكلم عن الاستماع للموسيقى. الصراحه احنا مش هنتكلم عن الجزء ده خالص ولا هنجيب سيرته لان الموسيقى حرام. في نقطه مهمه الكاتب بيذكرها، لو انت اثناء شغلك على اي مهمه جالك فكره او جالك خاطره او جالك اي حاجه بتفكرت فيها عايز تشتريها، حاجه المفروض تعملها خلال يومك او المفروض تعملها خلال الاسبوع، وحسيت انها تشتتك، خلي جنبك ورقه وقلم واكتب الحاجات دي. اكتبها بالتفصيل سريعا خلال جمله او جملتين، والله انا عايز اعمل كذا كذا كذا. ولما تاخد بريك او تبدا ان انت تخطط لباقي الاسبوع او باقي اليوم، بص على الحاجات دي وحطها في الاولويات، بدل ما تروح تشتت نفسك وتدور على الحاجه اللي انت فكرت فيها وانت اثناء الشغل، وترجع للشغل تلاقي نفسك مش عارف انت كنت فين والموضوع باظ منك. وصدقني مفيش احلى من انك تنعزل تركز مع مهمه واحده كده وتخلصها وتحتفل. في الفصل ده بقى الكاتب بيقول لك خدها قاعده كده، لو انت عايز طاقه لعقلك لازم ان انت تعتني بجسمك او تاخد بالك من جسمك. الكاتب عايزنا نعيش زي رجل الكهف زمان. الراجل ده سبحان الله ما كانش بيصحى الصبح يطلب القهوه بتاعته، ما كانش متاح 24 ساعه قدامه الاكل وبياكل وقت ما هو عايز. الراجل ده ما كانش قاعد طول اليوم او طول النهار ما بيتحركش. الراجل ده ما كانش بياكل وجبات جاهزه. الراجل ده ما كانش بينام نوم متقطع. تخيل بقى كل الحاجات دي اتجمعت في الانسان المعاصر في العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه، وبيتاذي اذى قد ايه بسبب كم الحاجات دي، اقلها النوم. فالكاتب بيقول لك كام نصيحه سريعه كده، احنا هنذكرها بسرعه بس هو مفصلها ومفصصها قوي في الكتاب. اول حاجه اتحرك، ما تفضلش طول اليوم قاعد في البيت، حاول تنزل تتمشى، روح صلي في المسجد، كل اكل طبيعي، بلاش تاكل الاكل المصنع، استخدم الكافيين بعقل، استخدمه صح، بلاش تشرب بال4 و5 فناجين قهوه في اليوم، ده هيأثر عليك بالسلب بعدين. حاول ان انت تشرب بعد ما تصحى كده بساعه ونص كوبايه، وعلى الظهر كده كمان كوبايه، وخلاص كده كفايه كافيين لحد هنا. واهم نصيحه فيهم ان انت تنام كويس. خلي بالك النوم مش بس عدد ساعات، النوم جوده كمان. يعني انت ممكن تنام 8 ساعات او 7 ساعات ويبقى جودتهم مش كويسين وتصحى مقريف وعايز تنام تاني. الكاتب بيقول في حاجه اسمها دين النوم، ان انت تبقى مديون لجسمك ان هو محتاج ينام عدد ساعات اكبر، فبتطبق ده اخر الاسبوع، اليوم الاجازه بتاعك وتفضل نايم مثلا لحد الظهر. فالكاتب بيقول ان انت كده مش بتسدد الدين اللي عليك، انت كده بتاذي جسمك. لو انت بتصحى كل يوم مثلا الساعه 7 ولا الساعه 8 وجيت يومين في الاسبوع صحيت الساعه 12 ولا الساعه 1 ولا على العصر، فانت كده بتاذي جسمك. الدين بتاع النوم ده ممكن تسدده على يومين على 3، ما تجيش مره واحده كده تصحى متاخر وتشقلب يومك. وطبعا كل نقطه من دول بتشرح بشكل تفصيلي مع تطبيقات عمليه جوه الكتاب.
بص بقى كده من الاخر، لو انت عايز تزود اليوم بتاعك من 24 ساعة لاي عدد ساعات ايا كان، ممكن ده يبان ان هو شيء مستحيل، بس لو انت سألت نفسك الاول سؤال، هل انت بتستغل ال 24 ساعة الطبيعيين بتوعك بشكل كويس، بشكل مثالي؟ لو انت استغليت ال 24 ساعة بتوعك بشكل مثالي، هتكتشف ان انت معاك 24 ساعة قيمتهم 24 ساعة. والناس اللي مفكرة ان هم معاهم 24 ساعة ومش بيستغلوهم صح، معاهم 24 ساعة بس قيمتهم 12 ساعة بالنوم. قيمة اليوم بتتحدد بالانتاجية بتاعتك، انت انتجت ايه ومستوى تركيزك كان عامل ازاي وصحتك النفسيه كانت عامله ازاي. وخدها مني ثقه، لو انت فتشت في يومك وشفت انت بتعمل ايه وبعدت عن المشتتات والملهيات خلال اليوم وركزت في مستوى الطاقه بتاعك، بالتاكيد هتصنع وقتا اكثر من المتاح. بكده نكون انتهينا من الحلقه الاولى في التحدي الشهري للقراءه، واتكلمنا عن اول كتاب وهو ميك تايم او اصنع وقتا اكثر من المتاح. لو عجبك الفيديو او التحدي، ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتشترك في القناه لو انت اول مره تشوفنا. ما تنساش ان انت تعمل لايك وتشير الفيديو ده مع اصحابك، واستنونا في التحدي القادم ان شاء الله يوم 1/12 هنقرا مع بعض كتاب العادات ال41 للشخصية المنضبطة، الكتاب لبيتر هولينز. لو انت عايز تبدأ الكتاب ده معايا ممكن تجيبه وتبدأ معايا، هو كتاب بسيط بس العنوان بتاعه حمسني ان انا اقرأه. ولو انت هتبدأ في كتاب تاني شاركوا معايا في الكومنتس، او اصلا لو بتقرا انت في كتاب ممكن تكتبوا لي في الكومنتس وتشاركوا معايا. اكتب لي في الكومنتات فكره السلسله عجباك ولا لا، ولو عندك كتب معينه حابب ان احنا نبداها سوا من الشهر القادم قول لي عليها في الكومنتات. واهم شيء ما تنسوش الورد اليومي من القران، حتى لو هتقرا صفحه واحده بس مش تاخد منك 5 دقايق. شكرا ليكم واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. ايه يا باشا؟ لا انا جاي يا عم، جاي قرات الكتاب خلاص، جاي. سلام.